ايه يلا يلا يلا، طريقة اللعب دي بطلت من التسعينات والثمانينات يلا. الكرة بقت أسرع من كده بكتير، والله الكرة بقت أسرع من كده بكتير اللي أنت بتعمله ده. السؤال تاني، هل دونجا ماسك علينا زلة؟ أجمل حاجة في الماتش لقطتين. جمهور الزمالك شكله جميل، جمهور الزمالك صوته يحرك الصخر. بس تقول إيه؟ ما هو معظم اللعيبة اللي لعبت الشوط الأولاني ما هي كانت موجودة قبل كده، يعني ما هو جبلات جبلات. تمام. ولقطة شيكابالا لما الكاميرا كانت بتيجي عليه وهو قاعد في المدرجات، يعني والله اللي يعني اقول ايه، واحد لما شاف شيكابالا كده، محدش فيكو لما شاف شيكابالا لما الكاميرا جت عليه حس بقد ايه يعني الراجل ده وجوده يا جماعة، حتى لو هو موجود على الدكة بره وجوده بيفرق. تعادل الزمالك والمقاولين العرب 0-0، مباراة مش مفهومة شوية. بس خلينا متفقين ان مفيش مدرب، مفيش خطة في الملعب، مفيش تكتيك. ما شفتش اي جمل تكتيكية بتقول كده ان في مدرب في الملعب. كل لاعب فيهم بيحاول يجتهد ان هو يبين نفسه، وفي لعيبة خدها الغرور زي بنتايك وآدم كايد مثلا. يعني آدم كايد شاف إن شيكوبانزا متعاقب وكده، فقال لك بقى إيه، انا كده كده مش هطلع من ارض الملعب. تقريبا لك لاعب زي بنتايك غريب وعجيب وبطيء جدا جدا جدا. بنتايك بطيء جدا 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 يا جماعه. التعادل بالنسبه لي طبعا بطعم الخساره. انت اتساويت بالاهلي، يعني ايه اتساوي بالاهلي؟ انا مش فاهم يعني ايه اتساوي بالاهلي، دي غريبه بصراحه. سهل تركب الدوري بدري زي كل سنه، وبتيجي قدام الفرق الصغيره، كالعاده وبتعمل قدامها اسوأ نتيجة. ممكن ما يبقاش أسوأ ماتش، بس ممكن، بس دايما بتبقى أسوأ نتيجة. المقاولين العرب فريق أقل من الجيد. المقاولين العرب النهاردة أنا مشوفتش فيهم لاعب بيلعب عدل غير اسمه إيه العابد ده، أمير عابد. الزمالك ابتدى الشوط الأولاني بتشكيل محمد صبحي، يعني أبطأ حارس مرمى في العالم بيبني هجمة. الونش حسام عبد المجيد، عمر جابر، بنتايك، دونجا، وحسبي الله ونعم الوكيل، عبد الله السعيد، محمد شحاتة اللي النهارده نازل مغرور جدا، ماشي، ناصر ماهر، ادم كايد، عدي الدباغ. في كام سؤال مهم لازم نرد عليه. ليه الاصرار على ناصر ماهر وينج يمين؟ تفهم، يعني انت موجود عندك خوان الفينا بره، وخوان الفينا زي ما احنا شفناه، خوان الفينا نزل عمل طرقستين تلاتة. والله زيزو لو كان مكانه كان جاله شد وجاع، يعني كان جاله شد وحس بالجوع بعديها. وخلي بالكو في كور كتير جدا كانت معانا في استحواذنا، عمال يشاور ويرفع ايده ولون بصولي ومحدش كان بيبصيله. ودي بالنسبة لي بقى ايه، انا قلت احنا داخلين بقى كده ايه على ليلة جديدة ليها علاقة بالنفسنة. الواد كتير قوي يطلب ان هو ياخد الكورة، ولعيبه الزمالك ما بتبصلوش، يعني ما بيصوش غير بالعافيه لما تيجي الكوره ناحيته، مصرين يلعبوا ناحيه الشمال ناحيه بنتايك. ادم كايد كان سيء جدا 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 الفتره اللي لعبها، الجزء اللي لعبه ما عملش اي حاجه، زيه زي شيكوبانزا بالظبط، مفيش اي جديد قدم. ده انت نزلت الماتش اللي فات عملت كورتين في منهم واحده جون، ماشي، والتانيه كانت يعني انفراد لسيف الجزيري. ده انت ما عملتش ولا كوره يا معلم، ما عملتش ولا كوره. انت عمال تفتح الطريق لبنتايك، وبنتايك النهارده بطيء بطء غير طبيعي، بطيء بطء غير طبيعي. فايه اللي بيحصل؟ ماشي. سؤال تاني بقى، يعني انا سألت سؤال قلت ليه الاصرار على ناصر ماهر وينج يمين؟ هو ليه الاصرار على دونجا؟ يعني ايه الحلو في دونجا؟ هل هو معسل مثلا مسكر بالمكسرات؟ هل دونجا ده مثلا بيعمل حاجة احنا بنشوفها جديدة واحنا مش عارفينها؟ هل دونجا ده مخترع حاجة في كرة القدم واحنا شايلينه؟ هل هو ماسك علينا زلة؟ يعني هل دونجا ده
بيقدم ايه جديد بيقدم ايه جديد في رقم 6 ولا في خط النص من اللي هو بيعمله بجد. هل هو ماسك علينا زلة؟ ما هو لو دونجا ماسك علينا زلة نعرف نتصرف احنا كجمهور خلاص ونشيل الزلة دي، نشيل الغمة دي. يعني مصطفى شلبي غمة ونزاحت. دونجا غمة وما بتنزحش ليه؟ بجد. يعني دونجا غمة وما بتنزحش ليه؟ ايه الإصرار على دونجا؟ ايه الإصرار ان انا العب النهارده قدام المقاولين باتنين بيلعبوا رقم 6 بمحمد شحاتة ودونجا؟ ليه محمد شحاتة ودونجا بيدافعوا هذه كمية الدفاع دي قدام المقاولين والاتنين النهارده كانوا بيخبطوا في بعض؟ دونجا النهارده افتح شوف الماتش تاني كده، شوف عدد الكور اللي دخل فيها على لعيبة الزمالك أكتر ما دخل فيها على لعيبة المقاولين. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. أنت عندك فرصة ذهبية إن أنت تخلص كل الماتشات، تخلص كل الماتشات في بداية أول 10 دقايق ربع ساعة. لكن خوان فريرا في الماتشين، سواء سيراميكا اللي هي المفروض أعلى من المقاولين والمقاولين الاتنين، أنت أول تلت ساعة أو الشوط الأول هما اللي بيهاجموك، هما اللي بيعملوا عليك هجمات خطر. انت ما بتروحش، انت الشوط الاولاني ما بتروحش يا معلم. طب انت ما بتروحش ليه؟ ما بتهاجمش ليه؟ وانت المفروض اسمك الزمالك، اللي هو انت المفروض تنزل تخلص الموضوع من الاول. ليه مستني اخر كام دقيقة هي اللي بتهاجم فيها وهي اللي بتمسك فيها كورة وهي اللي بتحاول ترتب فيها؟ ليه؟ يعني انا بالنسبة لي انا شايف ده شغل مدرب. انا بالنسبة لي شايف ان ده شغل مدرب. يانيك فيريرا انا مش شايف له اي ملمح بيقول كده ان هو مدرب في تكتيك في ارض الملعب. انا مش شايف اي تكتيك في ارض الملعب. انا مش شايف اي لغة كروية في ارض الملعب. مش شايف كده ان احنا طريقة لعب. ما عندناش طريقة لعب، مش باين لك اي طريقة لعب. في اجتهادات، في حلق. يعني لما الكرة بتكون مثلا مع المقاولين ولا سيراميكا الماتش اللي فات انت عمال تحلق، في تحليق كتير. خلاص طريقة اللعب مش مفهومة. يعني انت ما بتبني الهجمة من تحت. يعني انا بشوف دايما ان اكتر لاعب مسك كوره في الماتشين اللي فاتوا محمد صبحي. مش عشان الهجمات اللي عليه، لا، عشان انت مصر تبني من عنده. بتدي محمد صبحي، محمد صبحي يدي الونش، الونش بطيء جدا يديها لعبد المجيد، عبد المجيد يديها لبنطايك اللي هو ابطأ لاعب في الملعب النهارده. بنطايك فظيع يا ابني، ده انت باك شمال. هو انت عشان ما فيش غيرك؟ هو انت عشان فتوح دلوقتي منك لله فتوح، منك لله فتوح، وانت عشان فتوح بيتعاقب دلوقتي فانت بقى خلاص انا مفيش غيري، انا ما عنديش غيري. ما عنديش غير شبيه زيزو اللي هو اصلا ما اتحطش في السكور شيت. فده معناه ايه؟ انا مش فاهم ده معناه ايه بصراحه. ادم كايد ما عملش اي حاجه غير ان هو عمل ترقيصه واحده لبس فيها عمر الوحش انذار النهارده، ما عملش غيرها. مفيش اي حاجه تانية حصلت. الجبهه الشمال دي كانت مضروبه بالنار ومصرين نلعب من ناحيتها، ومصرين نلعب من ناحيتها. عدي الدباغ مهاجم كويس بس مصر ينزل ياخد الكورة من تحت. يعني مصر يسقط يستلم الكورة. طب لو احنا بنلعب براسين حربة العب يا سيدي بعداية الدباغ. لكن لو عداية الدباغ دي طريقة لعبه، لا، مش عندنا هنا، مش في الدوري المصري. اعمل ده في اوروبا بقى، بس ما تعملش ده في الدوري المصري. في اوروبا ينزل المهاجم يسقط يستلم الكرة من تحت، الجنبين يدخلوا ويبقى في واحد منهم بديل راس الحربة. لكن انت عمال تسقط. ادم كايد بيسقط، ناصر ماهر بيسقط. منطقة الجزاء ما عندناش ولا لاعب فيها، ولا لاعب فيها الشوط الاولاني. محدش بيدخل، محدش بيجتهد يجيب جول، محدش عنده حمية على المرمى. عبد الله السعيد بطيء جدا جدا. يلعب 90 دقيقة ليه وهو في السن ده؟ ما كفايه شوط. ده انت شفت ذات نفسك لما انت عملت تغيير الماتش اللي فات وكانت تغييره ناجحه، ان انت طلعت عبد الله السعيد وخليت ناصر ماهر مكانه. تمام. ايه اللي حصل؟ الموضوع فرق. والله الموضوع فرق، والله يا معلم الموضوع فرق.
الموضوع ليه ما عملتهاش المرة دي؟ ليه نزلت اخوان الفينا وسبت ناصر ماهر، وبعد كده غيرت ناصر ماهر في الاخر ونزلت مكانه عمرو ناصر؟ وبعدين انا حاسس انت بتجرب، تحس ان اخوان في يانيك فريرا لسه بيجرب، لسه بيكتشف الفريق، لسه بيشوف ايه اللي هيحصل، لسه بيشوف احنا هنعمل ايه. لا يا معلم، لازم تعرف ان انت الزمالك، لازم تعرفني ان انت الزمالك، يعني لازم تعرف كويس ان انت الزمالك. انت لازم تنزل من اول 10 دقايق تكسب، مش هتقعد تقرا. هو انا محتاج اقرا المقاولين؟ هو انا بجد محتاج اقرا المقاولين؟ الناس اللي شغاله مع المصريين دول مش عارفين ان المقاولين هتنزل حاطه ال 11 لاعب ورا؟ هما مش عارفين ده؟ مش عارفين ان كل دقيقه بتعدي هتخلي المقاولين تفرش الاتوبيس اكتر، وحارس مرمى زي يعني مش عارف اقول عليه ايه، الغريب العجيب ده، ابو شعر قد كده ده، تمام، يقعد يضيع وقت قد كده، ومفيش حكم بقى، مفيش حكم بيعد بقى ولا ثواني ولا اي حاجه، عمال يضيع وقت، مفيش حكم بيعد ثواني ولا حاجه. خونا الفينا نزل مكان ادم كايد، وعدي الدباغ طلع برضه ونزل ناصر منسي. نيجي هنا للسؤال تاني، هو دونجا ماسك علينا زله؟ والله السؤال ده مهم، والله السؤال ده مهم. هو دونجا ماسك علينا زله؟ يعني انت ما طلعتش دونجا من الاول ليه؟ انت مستنيه يتصاب؟ دونجا اتصاب في الدقيقة 61 بعد ما عملت التغييرتين في الدقيقة 60. معرفش موضوع التغيير الدقيقة 60 اللي بيغيروا فيها دي، هل هو بقى قانون دولي مثلا أو قانون في الدوري المصري إن أنت في الدقيقة 60 لازم تغير؟ مفيش حاجة اسمها إن أنا أغير بين الشوطين. نتعادل 0-0 وفريق قصادي عمال يدافع وعمال بيحاول يخطف هجمات مرتدة، وأنت ما ينفعش تغير ما بين الشوطين. طيب ما غيرتش دونجا، أدي اتصاب، نزلت سيف جعفر، عمل إيه سيف جعفر؟ والنبي عمل ايه سيف جعفر؟ انا شفت برضو محمد شحاتة هو اللي بيلعب رقم 6. محمد شحاتة بيلعب رقم محمد شحاتة. طب ما تلعبوا رقم 6 يا جماعة من أول ماتش، يعني مادام محمد شحاتة عنده الحمية الدفاعية دي وبيحب يدافع، طب ما محمد شحاتة يلعب رقم 6 من أول الماتش. ايه المشكلة؟ ليه ألعبه 8 وليه أنزل معاه دونجا والاتنين يقعدوا يدخلوا على بعض، ودونجا يقعد يدخل كل شوية عليه ويتخبط وراسه تخبط فيه وكل الكلام؟ السؤال تاني، هل دونجا ماسك علينا زلة؟ أنا مش فاهم، أنا مش فاهم بصراحة. شحاتة جات له كام كورة عشان يشوطهم، اصطاد بيهم عصافير، اصطاد بيهم عصافير، ماشي، وربنا يستر. لعنة باسم مرسي بتاعت الجون الفاول اللي جابه في الجونة دي ما تصيبش محمد شحاتة إن هو يقعد يشوط من بره كتير كده ويصطاد عصافير بعد الجون العالمي اللي جابه الماتش اللي فات. يعني بتمنى ده، يعني عشان بس إيه، اللاعب المصري لما بيجيله هس في حاجة وبيحبها بيصر عليها، لو خبطت معاه مرة فاكر إنها تخبط معاه 1000 مرة. خوان ألفينا نزل، الولد واثق من نفسه جدا، واثق من نفسه جدا، بيرقص في ربع متر. لازم يلعب أساسي الماتشات الجاية، لازم خوان ألفينا يلعب أساسي. وقصر القامة بتاعه ده، في لعيبة كتير قصيرة يا جماعة، يعني محدش يخاف من فكرة إن هو قصير، في لعيبة كتير قصيرة وجامدة جدا جدا. خلاص الولد باين عليه إن هو عنده ثقة في نفسه ومش هايب ومش خايف. نزل عمل كام ترقيصة والله العظيم تجوع الجعان، ما كان هيعرف يعملهم قبل كده. تجوع الجعان، كام ترقيصة دي تجوع الجعان. الجعان ما ولا يقدر، ولا أي حد جعان يقدر يعملهم. فاخوان ألفينا ده يلعب أساسي سنتين تلاتة قدام، ما يطلعش من أرض الملعب، ما يطلعش من أرض الملعب. صبحي مصر يلعب ببطء، صبحي مصر يلعب ببطء، مش عارف ماله. يا عمي، يا عمي، في ضغط عليك من المقاولين، مسك كورة، العب، باصي، شوط لقدام، لا يروح للاعب المقاولين ويخبط فيه عشان ياخد فاول. ايه يالا، ايه يالا، يالا،
يلا طريقة اللعب دي بطلت من التسعينات والتمانينات يلا. الكرة بقت أسرع من كده بكتير، والله الكرة بقت أسرع من كده بكتير اللي أنت بتعمله ده. الكرة بقت أسرع من كده بكتير يا حبيبي. الموضوع خلص وانتهى وعفى عليه الزمن. إن أنا أمسك الكرة كده، حارس المرمى يمسك الكرة يقول لك إيه أحسن لاعب بيلعب برجليه، ما هو ولا بيلعب برجليه وهو مش عارف يلعب بإيديه. الكرة تجيله، العب، اعمل هجمة مرتدة يلا. في لعيبة كتير من المقاولين حواليك، أنت عرفت تستدرجهم. لا، يقف يمسك الكرة كده، يمسك الكرة كده، تمام، يقعد يعمل كده ويروح ناحية اللاعب بتاع المقاولين، يخبط فيه كده عشان ياخد فاول. يا جدع، يا جدع، هو انت كسبان تسعة؟ انت كسبان تسعة مثلا واحنا ما نعرفش؟ ده انت بتتعامل مع المقاولين، ده زد كسبتها. ده احسن لاعب في الملعب النهارده بالنسبة لي اسمه ايه، عابد ده، اللي هو اتريق عليه علاء عبد العال. عمرو ناصر نزل هو وابو حميد معالي مكان عبد الله السعيد وناصر ماهر، تغييرين متأخرين جدا، تغييرين متأخرين بشكل كبير. جايين في الاخر مش هيعملوا حاجة. اكيد بن طيب زي ما انا قلت بطيء اخر الماتش، ضيع يعني، عمل كم ميس باص كان ممكن كمان يهجموا عليك، يعملوا عليك جوان. فباختصار شديد، باختصار شديد انا شايف الزمالك عنده سكواد جيد جدا جدا جدا، سكواد جيد جدا جدا جدا، بس ما معهوش مدرب. ما معهوش مدرب. سكواد جيد جدا 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 بس ما معهوش مدرب. احنا محتاجين كوتش، محتاجين كوتش كويس يدي طريقة لعب. محتاجين تكتيك في أرض الملعب، مفيش أي تكتيك ولا تكنيك ولا أي حاجة. في لعيبة جيدة، في لعيبة جيدة في أرض الملعب، مفيش مدرب. مفيش مدرب. يانيك فيرا ده يا معلم ياخد $23,000 بتوعه ده هو بص آخرك معانا الماتش الجاي، ماتش مودرن. انت قدامك مودرن سبورت، مودرن سبورت الأهلي تعادل معاه، مودرن سبورت الأهلي تعادل معاه. انت بقى لو تعادلت معاها أو خسرت، يعني بص، ما اقولكش، ما اقولكش.